بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الفل او مساء الفل على اختي وحبيبتي وامي اللي بتتابعني. وحشتوني وحشتوني كمان مره وحشتوني. النهارده عندنا فطار رمضاني جديد، يلا خدي فكره ونفذيها بكره. هنبدا كده بالفطار من اول المشروب. هنعمل النهارده شويه بلح باللبن يستاهلوا بقك. طبعا البلح انا كنت مطلعه منه النواه من قبل كده علشان خاطر يكون سهل عليا، او يعني بيكون جاهز وبسيط كده. حبيت النهارده كده اللي احنا نبدأ الروتين بتاعنا من الصبح بدري، وكمان فكرة الغدا بسيطة جدا، وكمان في النهاية السفرة بيكون شكلها حلو قوي. وطبعا ما يختلفش عليها اتنين. اكيد كل البيت عندك اكيد هيحب الاكلة دي. حضرت بقى معايا كده البلح بعد ما غسلته كويس جدا، وبعد كده بقى هنقعه في اللبن. جبت كوبايتين لبن، بس لبن اللي هو لبن كامل الدسم، يعني لبن من عند اللبان مش لبن بخيره، او لبن معلب يعني. وطبعا كنت غلياه قبلها بليله، وهنقع بقى كده البلح في اللبن دوت، وهحطه في التلاجة. تعالي بقى نشوف مع بعض، نحضر مع بعض الغدا ونشوف هنعمل ايه. هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وما تنسيش تحطي اللايك بتاعك، ولو انتي اول مرة تتفرجي على هبة ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. حضرت بقى معايا هنا حوالي كده 3 بصلات، مش حوالي، ده هما 3 بصلات بعينهم كده. هقشر البصل كويس جدا، وهقطع كمان القطعة اللي هي من تحت. وهاخدهم بقى اغسلهم كده تحت الحنفية غسلة معتبرة. يا ترى هنعمل اكل ايه النهاردة؟ اكلة النهاردة سهلة وبسيطة وطعمها حلو، ومش هتقفي في المطبخ كتير، يا دوب هتحضريها وترميها في الفرن، وتخرجي بقى تقعدي كده او تشوفي حاجة وراكي، وبعد كده ترجعي تاني تروحي مطلعاها من الفرن. يا سلام، فطاري النهارده جميل جدا. هاخد بقى البصل دوت اغسله، وبعد كده يلا بينا نكمل مع بعض الوصفة. هنا لقيت كمية البصل قليلة، فعشان زودت كمان حاجات هوريكي دلوقتي. فحطيت كده 4 بصلات حلوين، يعني زودت عليهم واحدة. غسلت بقى البصل كويس، وهبدأ ان انا اقطعه 4 تربع عشان يكون سهل عليا ان انا اضربه في الكبة. وطبعا ممكن تعمليهم في المبشرة، مفيش اي مشاكل خالص. حضرت بقى معايا 3 قرون كده من الفلفل، وواحد حراق، مش واحد كامل، ممكن نقول نص قرن فلفل حراق، ودوت اختياري. والطماطم كمان اختياري، انا عندي مكة مش بتحب الطماطم، ف قلت بلاش طماطم خالص عشان خاطر مكة. طبعا انتي تقدري تحطي طماطم، وتقدري كمان تحطي فلفل الوان، يا سلام، الموضوع هيكون جنان. طبعا انتوا دلوقتي عمالين تخمنوا انا هعمل فطار ايه، صح؟ خمنتي ولا لسه؟ شكلك خمنتي والتخمين بتاعك هيطلع صح. تعالي نحضر مع بعض كده الكبة، ونشوف هنكمل مع بعض الاكلة بتاعتنا ازاي. هنا بقى قلت اخد الكبة الكبيرة، بما اني يعني هضرب كمية بصل كتير، فخليني اخد الكبة الكبيرة شوية علشان خاطر تسهل عليا، بدل ما اقعد اشيل واحط والكلام ده. لا، هي مرة واحدة وخلاص على كده. وكمان احضر معاكم التوابل اللي احنا هنحطها على الاكلة بتاعتنا. تيجي اقولك الاكلة بتاعتنا ايه النهاردة عشان ما تبقيش محتارة كده. اللغز صعب صح؟ هنعمل النهاردة حواوشي. بس الحواوشي النهاردة على مزاج الولاد هما. ازاي يعني على مزاجهم؟ ما كله حواوشي. لا، الحواوشي بتاع النهاردة مختلف تماما. عايزين ياكلوا حواوشي زي اللي بيتباع بره، اللي هو بالجبنة الموتزاريلا وبالزيتون وبالأطعمة الجميلة اللي احنا ايه متعودين عليها دي. فبصراحة قلت لا، ما بدهاش، خلاص نسمع كلامهم ونعمل لهم اللي هم عايزينه، بما ان هم صايمين فنريحهم. هنا حضرت بقى التوابل اللي انا هستخدمها، خدت كل الحاجة علشان خاطر ما اقعدش رايحة جاي. جبت كمان معايا طبق كبير عشان خاطر اقلب كل المكونات فيه. انا بشيل اللحمة في الفريزر بالشكل دوت كده، علشان خاطر لما تخرج من الفريزر تفك بسرعة، وكمان ما تاخدش مساحة عندي في الفريزر. ولو حبيت اللي انا ماخدش الكمية كلها، اكسرها بالشكل دوت كده، اخد اللي انا محتاجاه والباقي اروح شايلاه في الفريزر. شفتي بقى الموضوع سهل ازاي؟ طبعا انت لو عملتي بقى رف كامل كده في الفريزر، ايا كان بقى، مش شرط لحمة، اي حاجة بتحطيها في الفريزر، لو اعتمدتي على التنظيم والترتيب هتلاقي الفريزر عندك ده خد كمية حاجات رهيبة.
هنا حضرت بقى اللحمه، وبعد كده جبت الكبه وقلت هضرب بقى الايه البصل في الكبه بسرعه بسرعه، مش هياخد مني وقت. حطيت كميه البصل كلها عشان اريح دماغي يا اختي وانجز بسرعه يعني. هنا بقى وانا البصل بيتضرب قلت احط الفلفل بالمره يعني عشان انجز وقت. طبعا انا عايزه البصل ناعم جدا، مش عايزه كده الاقي حبيبات بصل خالص. هنا بعد ما اتاكدت ان البصل اتضرب بس لسه فاضله شويه صغيرين، قلت كمان اضرب الفلفل معاه. طبعا تقدري تحطي جزر، تقدري تحطي كوسه لو عايزه تعلي القيمه الغذائيه وكمان تزودي الكميه. انا جربت قبل كده بالجزر لكن ما جربتش قبل كده بالكوسه، يعني جربت ان انا احط جزرايه كبيره كده مبشوره في قلب الفلفل والطماطم وكمان البصل. بصراحه ما غيرتش الطعم خالص والنتيجه كانت كويسه. هنا بقى حطيت كميه اللحمه كلها، بس انا بقى ايه يعني ايه حطيت الكميه كلها، وانا المفروض ما كنتش حطيت الكميه كلها علشان خاطر اكيد الكبه مش هتلف يعني. فطبعا هديها ضربه كده وبعد كده هنقل الكميه على مرتين. بصي هو اللي لف الكميه اللي تحت، لكن اللحمه من فوق ما ادتنيش النتيجه اللي انا عايزاها. فنقلتهم بقى وعملتهم على مرتين، وبعد كده لما اللحمه اتضربت كويس حطيت كله مع بعضه. خلاص دلوقتي هنا ضربت كويس جدا البصل مع الفلفل مع اللحمه، ودي النتيجه المطلوبه. تعالي نحط بقى مع بعض التوابل ونشوف التوابل اللي انا هستخدمها ايه. عندي بقى فلفل اسود كده حبه حلوين، وعندي 7 بهارات، وكمان عندي قرفة وجنزبيل بيدوا طعم حلو جدا للحواوشي. وكمان بقى ممكن تحطي جوزة الطيب زي ما انا حطيت كده، وممكن تحطي كمان ورق لورا على حبهان. انا عندي كده الاتنين طحناهم على بعض فحطيت منهم معلقة صغيرة. طبعا تقدري تستغني عن كل الكلام دوت وتجيبي كيس كده بهارات حواوشي بيتباع عند العطار، مش عارفه تقريبا سعره 4 جنيه 5 جنيه حاجه زي كده، برضه هيديكي طعم حلو قوي. يبقى هتحطي بهارات الحواوشي وبس كده خلاص، بعيد بقى عن الليله والمهرجان اللي احنا حاطينه ده. طبعا ما تنسيش الملح، انا هنا حطيت شويه ملح برضه محترمين كده عشان يدوني نتيجه كويسه. قلبت كله مع بعضه واتاكدت تماما ان التوابل بقت تمام. رحت غطيتها بقى كده وهسيبها بقى تريح شويه. تعالي بقى عقبال ما تريح شويه نبعت نجيب شويه طلبات من السوبر ماركت. الايه يعني كنت جبت حواوشي من بره، كان اسهل واوفر، ايه رايك؟ مش عندي طحينه فقلت خليني اجيب طحينه، لان شويه السمسم اللي عندي يعني مش هيكملوا اللي هم يعملوا لي طحينه في البيت، فخليني اشتري طحينه احسن من بره. طحينة الشركات جبت العلبة دي، جبت كمان زيتون بناء على طلباتهم، وجبت جبنة ميكس شيدر وموتزاريلا الاتنين مع بعض، ولا تقريبا رومي وموتزاريلا حاجة زي كده، انا مش عارف مش فاكرة. هقولك دلوقتي اصبري خليكي معايا. هنا بقى بصي الطحينه طبعا اللي بنعملها في البيت بتكون احلى بكتير، دي مركزه خالص بصي، والزيت عايم فوق الوش علشان خاطر بتبقى ثابته على الرف. انت كمان لما تعمليها والزيت يطلع فوق الوش ده عادي، لاني بلاقي في ناس بتشتكي من الموضوع دوت. لا لا عادي ما تخافيش، قلبيها كده وهتبقى تمام معاكي. خلاص كده بصي بقى، خلاص انا يعتبر قلبتها كده، هركنها بقى على جنب. ده كده بقى الجبنه طلعت بقى ميكس رومي وموتزاريلا، تمام كده تمام. الرومي طبعا بيدي طعم حلو قوي برضو بنسبة حدقان كده بسيطة، وعملت الصح لان انا ما حطيتش ملح كتير في الحواوشي. فالجبنة الرومي لما اتحطت في قلب العيش كده مع الحواوشي لا ادت ميكس طعمه حلو جدا، مش حاجة حادقة اوفر قوي، انت فاهمين قصدي. طبعا تقدري تجيبي جبنة موتزاريلا بس بعيدة عن الرومي خالص. هنا بقى برضو جبت عيش بقى صابح جميل لسه جاي من الفرن طازه، ودوت المطلوب اهم حاجه، بس اللي انت تقولي له انا عايزه عيش حواوشي. وانا بصراحه لما بعت يوسف ما قالوش عايزه عيش حواوشي، لو كان عيش حواوشي كان هيدوله مش غامق قوي من فوق كده تمام، كان هيبقى لونه فاتح شويه زي الرغيف اللي محطوط دوت، بحيث لما يدخل الفرن ما يغمقش اكتر من كده، يغمق براحته على الاقل عقبال ما يستوي ياخد اللون المناسب. لكن هو غامق عقبال ما ياخد اللون المناسب هتحسي اللي هو محروق سيكه. طبعا اللحمه بعد ما سبتها ترتاح شويه
تقدري بقى تعملي في المرحلة ديت بقى اللحمة من بالليل وتشيليها في طبق كده، في علبة في التلاجة او في طبق على حسب ما انت عايزة. تقدري كمان اول ما تصحي من النوم تعمليها وتشيليها، ووقت الفطار على طول يا دوب انت بقى تعملي العيش وتسيبيه بقى كده شوية وتولعي عليه وقت الفطار، يعني قبل الفطار كده بنص ساعة، يبقى سخن ومعاكي جميل. انا هنا بحط كمية مناسبة على قد العيش، مش كتير قوي ومش قليل قوي، يعني بخلي كده الرغيف مليان بسم الله ما شاء الله، عشان الولاد لما ياكلوا يحسوا بالطعم، ما يحسوش اللي طعم البيت مش زي طعم الشارع. ليه بيميلوا لطعم الشارع؟ عشان بيبقى الحاجة محشية كتير. وفي البيت بنقلل شوية من الحاجة، انتوا فاهمين قصدي؟ فعشان كده هم بيميلوا اكتر لاكل الشارع، لكن انت اخدميها زي بتاعه الشارع هيحبوا اكل البيت عن الشارع خالص. وطبعا لو حسبتيها هتلاقيكي بتوفري كتير. والاحسن كمان اللي هو يا لحمه بلدي، اللي بره ما نعرفش لحمه ايه، انت فاهمه قصدي؟ فتشوفي ايه اللي هم عايزينه واعمليه. هنا بقى حطيت كده شوية كده حلوين من الجبنة، وبعد كده شوية حلوين من الزيتون. ممكن تحطي بقى شريحة فلفل رومي، ممكن تحطي طماطمية شريحة برضو، ممكن تزودي بقى أطعمة كتير. الحواوشي دلوقتي بقى ليه أطعمة كتير، يعني زمان كنا متعودين حواوشي عيش ولحمة وبس كده، لكن دلوقتي يا أختي لا، غير كده خالص، في ميكس جبن وفي بسطرمة، يعني بعد اللحمة كمان بيحطوا بسطرمة وفي قلبيها جبنة. ففي اطعمه كتير جدا والسجق وحاجات كتيره قوي. فخليكي ماشيه مع العصر، احسن يضحك علينا يا اختي. هنا بقى ايه، جبت الصينيه وحطيت فيها كده معلقتين من الزيت وحطيت العيش، وبعد كده هبدا اللي انا اغلف بقى العيش كده من فوق الوش كده بحوالي برضو معلقتين من الزيت بس كده. وهدخله بقى الفرن على درجة حرارة 200 عالية، بس مش على الأرضية. أنا حاطة على الأرضية بتنجان، خدتي بالك منه؟ هو دوت اهو طلعته. قلت أولع الفرن وأشوي البتنجان بالمرة، بما إني يعني إيه هنعمل حوشي، فنعمل سلطة بابا غنوج كده جنب الأكل بتاع النهاردة. كل حاجة بقى أنا استخدمتها هرجع أشيلها في الفريزر تاني عشان أروق المكان حواليا، عشان يبقى المكان نضيف وزي الفل، بما إني يعني ما وسخناش المطبخ قوي، فخلينا محافظين على نظافته احسن. هصبن برضو المكان دوت مطرح ما عملت شوية حاجات هنا، حاسة ان الرخامة كده هلكانة، تحسي اللي هي ايه، لا يعني هلكانة فعلا. هصبنها بقى بالسبونشة كده بسرعة، وبعد كده همسحها يبقى الدنيا نظيفة وزي الفل. يلا بقى خدي فكرة ونفذيها بكرة لو انتي لسه ما عملتيش عيش باللحمة او الحواوشي. يلا خديها بقى ونفذيها بكرة ان شاء الله بإذن الله. حطيها كده حتى لو مش بكرة، حطيها كده في المنيو بتاعك، وان شاء الله بإذن الله نفذيها في اي وقت. هنا بقى كانت البتنجان خلاص كانت شوى معايا، هما التلاتة دول كانوا عندي في التلاجة بيني وبينك يعني من غير ما تقولي لحد. كنت خايفة احسن يبوظوا، فقلت خليني استخدمهم احسن ما يترموا، يعني هما لسه ما فهمش حاجة، بس انا بنساهم يعني مش هعمل اكل بكرة داخله بتنجان، فخليني استخدمهم دلوقتي احسن. عارفين بقى الام الاصيلة او الام المصرية اللي هي بتحافظ شوية او دماغها شغالة يعني طول الوقت، هي ديت هنا بقى قلت بالمرة وانا واقفة اروح غاسلة شوية المواعين بسرعة بسرعة، ومش هياخدوا مني وقت خالص، بما ان الحواوشي بقى كده على النار. وكمان عملت صينية تانية ودخلتها على الرف التاني، لان انا عندي الشبكة، عندي بقى صينية تانية بتاعة الفرن لما بحطها بستعملها كشبكة برضو، فالاتنين فوق بعض، وطبعا الفرن سخن فكله هيستوي مع بعضه ان شاء الله. ولسه بدري على الفطار يعني. طبعا واحنا واقفين بنغسل المواعين بندعي كتير ونستغفر اكتر ونحمد ربنا اكتر واكتر على كل حاجة، الحمد لله على كل نعم ربنا مدهنا. خليكي واثقة ومتأكدة اللي انت فيه دوت في نعمة، كل حاجة بتحصلك ده رزق من عند ربنا، ده خير من عند ربنا، ده نعمة من عند ربنا. خليكي واثقة ومتأكدة في كل الحاجات ديت كده، سواء حاجة حلوة او حاجة انت مش راضية عليها، فتأكدي اللي ديت حاجة كويسة بالنسبة ليكي، ما تعرفيش كان ممكن يحصلك ايه غير كده، وربنا بعت حاجة وخلاكي بقيتي في حاجة تانية. الحمد لله على كل النعم اللي ربنا بيديها لنا. صليتي على الرسول النهاردة؟
طب يلا يا ست الكل، صلي على الرسول واستغفري اكتر واحمدي ربنا اكتر واكتر على كل حاجة. الحمد لله على نعمة الستر والصحة وراحة البال والرزق الحلال. الحمد لله. طبعا خلصنا المواعين بسرعة بسرعة وما خدناش وقت والدنيا بقت تمام. ويا سلام على فطار النهاردة، حاجة كده سهلة وسريعة وطعمها حلو قوي بصراحة. ما تعبتش، او يعني حاسة ان انا عملت وجبة كاملة وعملنا شوية سلطة كمان، لكن حاسة لا، احسن بكثير ما تقفي بقى تعملي اكل ومش عارفة وتولعي النار ومش عارفة. لا 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 لا، يلا لو عايزة ترتاحي اعملي الاكلة دي بكرة. هنا قشرت البتنجان وحطيته بقى في الكبة، حطيت عليه شوية خل، وهحط كمان شوية من الكمون، وكمان هحط بقى شوية حلوين كده من الملح، وطبعا الطحينة. وما تنسيش بقى الثوم. هنا بدل ما احط ثوم حطيت هريسة الفلفل الاحمر، وطبعا هريسة الفلفل الاحمر دي انا حاطه لها ثوم، فاعتمدت على الايه يعني اللي هي تبقى تدي طعم وفيها طعم الثوم، طعم حراق كده شويه. حطيت بقى شوية حلوين كده من الطحينة بمعدل ربع كوباية، وكمان زودت شوية مية. وخلاص على كده سلطة الطحينة اتعملت. يا سلام، حاجة كده تستاهل بقك، طعمها حلو جدا. انا عن نفسي بحبها، عندي بقى في البيت فريق بيحبها وفريق لا، فانا قلت عشان اريح دماغي واضرب عصفورين بحجر، اروح عامله لهم هما كمان سلطه الطحينه العاديه خالص اللي من غير حاجه. عارفه اللي انت حابه اللي انت تريحي دماغك او ترضي جميع الاطراف. أو انا بقيت اعمل كده والله. هنا حضرت بقى معايا كده طماطم وفلفل وخيار وكمان بصلايه وليمونيه، وقلنا نعمل مع بعض شويه سلطه كده بسرعه بسرعه لزوم الحواوشي. عارفه لو عندك مخلل ممكن تكنسلي السلطه، بس انا قلت بقى ايه، خليني اعمل سلطه احسن، علشان خاطر الولاد ما كلوش اي نوع من انواع الخضار طول اليوم عشان صايمين وكده، وبالليل في السحور مش بياكلوا خضار قوي، فخليني ادخل السلطه كده في قلب الوجبه. قطعت بقى الخضار كله، وقطعت بصلايه، حطيت شويه خل وشويه ميه، وكمان عصرت ليمونه، وحطيت شويه الملح بس كده. حابه تضيفي بقى اي حاجه تانية للسلطه براحتك، فلفل اسود، شويه شطه، اللي انت عايزاه حطيه. قلبت بقى طبق السلطة، وده كان الحواوشي بتاعنا. الصينية الأولانية خرجت، لسه في صينية تانية في الفرن، فدي لسه خارجة بقى. عايزة اقولك محمص بقى كده وجميل وطري، يعني الاتنين ميكس مع بعض ازاي مش عارفة، ودوت اللي انا بحبه. مش بحب الحواوشي يبقى طري كده ومش حلو، لا بيبقى ميكس كده اللي هو ايه، مقرمش بس وانت بتاكلي مش متضايقة، عارفين الاحساس دوت. بس كده هحط بقى الصينية ديت، وخلاص فاضل حاجات بسيطة على الفطار. عقبال ما المغرب أذنت كانت الصينية اللي في الفرن برضو خلصت، وغرفت السلطة في أطباق، وكده كان فطارنا النهاردة. حاجة سهلة وسريعة وطعمها حلو وروتين كده خفيف، وحبيت ان انا اديكم فكرة وتنفذوها بكرة ان شاء الله بإذن الله. فين الطحينة؟ اهي جت اهي. الطحينة جت اهي. عارفين بقى امبارح كنت بقول لكم على الطبق، طبق الكشك. عارفه اللي في ناس كتير قوي كتبت في الكومنتات امبارح كشك يا هبه، وفي ناس كتبت طبق سلطه، وفي ناس كتبت لسان عصفور، لكن انا كنت اقصد طبق الكشك. فطبعا برافو عليكم، عشان عارفه ان انتوا لماحين ما شاء الله عليكم. كده خلاص فطارنا خلص، ربنا يديمه علينا نعمه، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله يا احلى واطيب اخوات، وسلام عليكم.